السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهديني وإخواني وحبايبي في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا احنا عارفين ان نعمل الدنيا دلوقتي وده الموسم بتاعه، وحلو وجميل ومرعرع زي ما انتم شايفين كده. دول حبة نعناع جولي كده طازة من الأرض. واحد حبيبنا كده كان لسه مقطفهم من الأرض فجابهم لنا، فقلت اجففهم معاكم. وهنعرف في الفيديو ازاي تميزي النعناع البلدي ابو ريحة حلوة المصري عن اي نوعية نعناع تانية. كملي معايا الفيديو للاخر، ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة. وعشان نعرف ده نعناع بلدي ولا نعناع مش بلدي او اي نوعية تانية غير النعناع المصري، احنا بنمسك عود النعناع وبنبرمه كده بين صوابعنا، بنلاقي عود النعناع ده مضلع. وفعلا واحدة حبيبتي قالت لي عليه. ما كنتش بعرف اميزهم عن بعض، اي نعناع البلدي من اي نعناع تاني. فعلا لقيت النعناع البلدي بتاعنا العود بتاعه مضلع، واي عود نعناع تاني مدور. وطبعا ريحته فواحة جدا وجميلة جدا، والورقة بتاعته مدورة كده وقصيرة ولونه غامق. طبعا اي نعناع ريحته حلوة، بس النعناع المصري له ريحة مميزة خالص، احنا متعودين عليها. وطبعا بيبقى العود بتاعه احمر زي ما انتم شايفين كده. احنا بنتخلص من اي شوائب في النعناع، عشان لو انت حابه تخزنيه من السنه للسنه، لو سبتي فيه اي اعشاب ولا شوائب غريبه غير النعناع بتغير طعمه وريحته. وخصوصا لو بتستعمليه في المحشي او في الشاي. لو عايزة تحبي تحتفظي بيه فترة كبيرة في التلاجة، بنجيب كوباية كده، نحط ربعها مية، نجيب حزمة النعناع ونحطها فيها. بس تكون حزمة النعناع ما بتغطيش، يعني ما تخليهاش واصلة الورق عشان هتسوده طبعا وهتبوظ الورق معانا، مش هيعيش في التلاجة. بعد كده بنجهز كيس من هو بتاع اللبن او كيس التخزين، بتغطي الورق بتاع النعناع، وتعيني الكوباية كده في التلاجة، بتصبر معاكي، ممكن تقعد اكتر من اسبوع او 10 ايام. خلاص احنا نضفنا النعناع وشلنا منه اي شوائب. طبعا انا مش بقطف الورق بتاعه، بسيب النعناع في عوده كده وبنقعه وبنشفه على هذا الوضع. ليه؟ لان العود بشوف ناس بترمي العود وتاخد الورق. العود هو فيه ريحة اكتر من الورق، بنشف العود بالورق، الاتنين مع بعضهم. بننقعهم بالشكل ده عشان نتخلص من اي اتربة فيه. طبعا احنا بنعمل حاجة نضيفة في البيت وبتبقى آمنة علينا وعلى أولادنا، ونعينها من السنة للسنة برضو. في ناس بيخزنوه كده ما بيغسلوهوش، ده بيخليه يتلف معاهم وما بيصبرش معاهم بالسنة، من السنة للسنة. خلاص شوفوا لون المية عامل ازاي، ولسه هنغسله تاني. دي أول مرة في الغسيل اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي نرجع له تاني ونغسله ونصفيه في مصفى ونفرده على أي حاجة، صينية واسعة ولا أي حاجة. نشفه بقى بمناديل مطبخ او اي فوطة عندك. احنا طبعا ما بنطلعش النعناع في الشمس، ما بنشفوش في الشمس عشان يفضل معانا لونه اخضر. بنشفه في البيت، بحطه كده على السفرة تحت اي مروحة، وبنشفه كده بيطلع لونه حلو خالص ولونه اخضر، ما بيسودش يعني لو نشفتيه في الشمس بيسود معاكي. هو طلع بالشكل ده. خلاص نشف، ما خدش يومين معايا في البيت من جوه ونشف بالطريقه دي. ببتدي بقى ايه، افصل الورقه عن العود لما بينشف، بيبقى اسهل لك من انت تقطفيه زي الملوخيه كده وترمي العيدان بتاعته. ليه نرمي العيدان بتاعته؟ انا بفصل الورقه عن العود بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبرجع تاني انشف اتكه شويه على الاعواد بتاعته وانشفها واطحنها وعينها لوحدها. برضو ينفع تحطي منها على الشاي او اي حاجه يعني، بس الورق خليه للمحشي واللي انت خليها للشاي لو انت بتحطي نعناع على المحشي. خلاص بتعمليه في الغربال بقى بالشكل ده او بتطحنيه في الكبه. وبعد ما بطحنه بالشكل الناعم ده عشان يبقى ماشي مع الشاي ما يبقاش خشن، بجيب علبة محكمة الغلق أو بطرمان. برضو عشان بلاش نعينه في المطبخ، بنشيله في التلاجة أو بره المطبخ، عشان برضو البخار بتاع الأكل كده ما يجيش فيه ويبوظه ويصفره معانا. خلاص العيدان اهي ما برميهاش، بنشفها تاني وبعيد تجفيفها تاني وبطحنها واحطها برضو على الشاي.
اهوت خلاص. احنا بنفصل بقى الورق زي ما انتوا شايفين كده، اديها لكم تاني برضو كده اسهل لك من ان انت تقطفيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.